السلام عليكم متتبعي قناة عالم نور، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم متوفر في احسن الاحوال. فيديو جديد على القناه كيف ديما، نتمنى انه ينال اعجابكم. كنشكركم بزاف البنات اللي سولتوا فيا في انستغرام وفي فيسبوك علاش غيبت علاش، فكانت غير اسباب صحيه، ولكن الحمد لله حنايا رجعنا. مرحبا بكم، مرحبا بالوصفات ان شاء الله، وعواش مبروكه، شعبان مبارك عليكم ان شاء الله، يا ربي يدخل رمضان وحنايا على خير. اليوم ان شاء الله نوجدوا كيكه اللي كتجي رائعه واقتصاديه ديال المحلابات. ندوزو نتعرفوا على المقادير. عندنا 3 د البيضات، عندنا كاس ونص ديال السكر السنيده، عندنا هذاك الكاس د الماء اللي شفتوه هو نفسه كنديروا فيه الليمون، العصير د الليمون. عندي كاس ديال الرايب اللي تيبقى اختياري، تقدروا ديروه ياغورت، تقدروا ما ديروش في مره، فكتجي الكيكه زوينه بلا بي. انا غير ملي كان عندي. عندنا ساشي ديال فلوغ دورانج اولا زهرات البرتقال باش نسمو، او الا عندكم الفاني، اولا غير حكوا القشره د الليمون الا ما عندكمش. عندي 4 ديال الخمارات حمر، عندي الدقيق، وعندي كاس صغير ديال الزيت، كاس ديال اتاي ماشي ديال العنبه، غير كاس صغير د اتاي كنعمروه بالزيت. على بركه الله غادي ندوزو باش غادي نخلطوا هاد المقادير كلها. صراحه انا الكيكه كتجي اقتصاديه، نتوما غادي تشوفوا. بالنسبه للمقادير يعني نقدروا نديروها غير بالماء والقشور ديال الليمون الا ما كانش عندنا العصير. فهي ديال الكيكه د المحلابات، فالسيده اللي كدير الكيكات ديالها كتبيعهم، فهي اللي عطاتني هاد المقادير. صراحه جربتهم جاو رائعين وقلت نشاركهم معكم. كيف ما كتشوفوا درت 3 د البيضات، درت كاس ونص د السكر سنيده، درنا قبيصه ديال الملح باش غادي نقادو الذوق، وغادي نحاولوا نطربوهم مزيان حتى يذوب لينا داك السكر سنيده. غادي نديرها انايا بالنسبه للقياس اللي غادي نديرها، فغنديرها غير في هذيك اللاطه ديال الملوي، اولا هذيك المقله ديال الملاوي الكبيره اللي كنديروا فيها ملاوي والحرشه، هذيك الكبيره يعني القياس الكبير تما غادي نديرها. كيف ما شفتوا فانايا ضفت هذاك الكاس الرايب. كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالياغورت الا عندكم، تقدروا تعوضوه بكاس ديال الماء، يعني ماشي بالضروره. انا فقط ملي كان متواجد عندي بالنسبه، وبغيت اصلا ديك النسمه ديال الرايب تجيني تما في هذاك الكاك. كما شفتوا الكاس ديال الزيت كاس صغير، كنقسموه على 3 ديال الدفعات، كنخويو النص الاول وكنحركو مزيان، كنزيدو الثاني والثالث، وكنخلطو مزيان هذاك الكاك ديالنا باش ينجح لينا. صافي غادي ناخد هذاك الليمون. بالنسبه للعبار اللي عندي هنايا د الليمون، فانا خديت كاس ديال الماء اللي كنشربوا فيه الماء، درته هو القياس ديال الليمون، عصرت 2 ديال الليمونات ودرتهم. تقدروا انكم بلاصه هذاك النكهه اللي درت انايا ديال زهرة البرتقال، تقدروا تحكوا غير القشره ديال الليمون وتضيفوها فيه، فحتى هي كتعطي واحد النسمه اللي زوينه بزاف لهذا الكيك. صافي غادي نبقى كنخلط مزيان كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للماء، دابا مع الجو بارد غير ضفيوه شي شويه باش تطلع لينا الخميره وتطلع الكيكه ديالنا وتطلع زوينه بزاف. صافي غادي نبقى كنخلط المقادير كلها كيف ما شفتوا، وغادي نضيف الدقيق شويه بشويه. غادي نضيف انا اول حاجه الكاكاو، فانا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف 2 ديال المعالق ونص ديال الكاكاو. تقدروا بغيتو الكيكه ديروها غير هكداك بيضه، ما ديروش فيها الكاكاو، فتقدروا كتجي زوينه. فقط بغيت نبدل شي شويه حيت سبق لي ودرتها بلا الكاكاو. صافي غادي نضيف الدقيق، وغادي نضيفو هادوك 4 ديال الخمارات حمرين. صافي وغادي نضيفهم، غادي نبقى كنخلط الكيكه مزيان. هنايا غادي نحيد الطراب الكهربائي، وغادي نستعمل فقط الطراب اليدوي. غادي نخلط به مزيان حتى ما يبقاو لياش هذوك الحبيبات كيبانوا. صافي وديك ساعتي غادي نزيدو واحد المعلقه ديال الخل، يعني باش تطلع لينا الكيكه زوينه. وانتم عارفين انه الخل ملي كنضيفوه للمخبوزات ديالنا كامله ولا في ليكيك، فهو كيطلع الكيكه، وفي نفس الوقت كتجينا الكيكه هشيشه ورطبه، يعني كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نستمر في التخلاط. بالنسبه للدقيق غادي تضيفوا عندكم ميزانكم حتى تشوفوا الكيكه انها صافي، يعني ما بقاش ناقصها الدقيق. صافي غادي نبقى تنحرك مزيان. صافي نبقى نحرك مزيان بهداك الخلاط اليدوي كيف ما كتشوفوا. ناقصني الدقيق، فانا غادي نزيد هنايا شي 3 ديال المعالق ديال الدقيق، وفي نفس الوقت غادي نبقى كنحرك. صافي هنا واقيلا ما غاديش نزيد دقيق حيت الكيكه ها هي تقريبا وجدات،
فكيف ما كتشوفوا غادي نحرك مزيان باش هادوك الحبيبات ما يبقاو لياش كيبانوا ديال الدقيق وديال الخميره. صافي كيف ما كتشوفوا ها هي تقريبا وجدات. غادي نضيف ليها واحد المعلقه ديال الخل. الخل العادي اللي عندنا في الدار اللي كنخدموا به، غنضيف معلقه كبيره وغادي نعاود نكمل التحراك ديالها. صافي كيف ما كتشوفوا. هنا باش نعرفوا الكيك ديالنا بانه راه ما بقاش ناقصو الدقيق، فكنبقاو نحركوه. ها نتوما كتشوفوا يعني ديك فاش كنهز هكايا بالطراب يعني كترسم قدامي دوك الخطوط اللي كندير. صافي غادي ناخد هداك المقله ديال الملاوي اولا ديال الحرشه، ديك المقله الثقيله كيف ما كتشوفوا راه عندي الحجم الكبير مره. صافي وغادي نخوي فيها هداك الخليط. غادي نشعل الفران، ديما كندير الفران بارد، غادي نشعل الفران من الفوق وغادي ندخلها غادي طيب. القياس اللي غادي طيب ليا فيه تقريبا 45 دقيقه، وغادي نحل الفران. غادي نقلبها نشوف الا كانت وجدات فراه هي طايبه، كنلمس فيه شي حاجه فغادي تكون مازال خصها شويه ديال الطياب. صافي ديك الساعه ملي نخرجها من الفران غادي نوريكم الشكل ديالها. صافي هي هذه الكيكه ديالنا ملي كتخرج من الفران كتشوفوها كيفاش كتجي رطبه، كتجي زوينه، كتجي طالعه، كتجي صراحه رائعه وواحد المذاق فيها زوين 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 بزاف بزاف. غتجربوها وغتعرفوني على اش كنهضر. صافي دابا غندوز غادي نزوقها. بالنسبه هنا للتزيين فتبقى اختياري، تقدروا تخليوها هكاك، تقدروا ديروا فيها شي شويه ديال العسل وشويه ديال الكوك. تقدروا ديروا فيها كيما الشكل اللي غادي ندير انا، فانا عندي شكلاط اسود انا ذوبته. صافي غادي ندهن به هذاك الوجه ديال الكيكه، وغادي نعاود ناخذ الكوك. بالنسبه للجنيبات فغادي نضيف ليها شي شويه ديال الكوك. صافي ها نتوما كتشوفوا من بعد ما تدهن ليا الوجه مزيان بهذاك الشكلاط. تقدروا ديروا ليها شي صوص شوكولا هكايا، ما كانش عندي الوقت بصراحه وكان عندي فقط الشكلاط اللي كان قدامي فانا درته. ولكن تقدروا يعني كل وحده تبدع بطريقتها، ولكن الاساس هو الكيكه كتجي زوينه. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الكوك غادي نديرو في الجنيبات. صافي هنايا غادي ناخذ الشوكولا بيضاء وغادي نذوبها. غادي ندير بها خطوط طوليه. للاسف انا خرج ليا هاد الشكلاط هذا اللي خديت البيض خرج ليا نوعيه خرجت خايبه، فمولفه كناخذ واحد النوع ما لقيتوش. صافي خديت هذا ساعه ما صدقش ليا. صافي غادي نحاول ما امكن ندير خطوط هكايا بالموس يعني باش نزوقوا به هذاك الوجه ديالها. صافي وهكا غادي نكمل وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. صافي هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما ساليتها ومن بعد ما بردات كيجي الشكل ديالها زوين بزاف، وصراحه حتى المذاق كيجي رائع جدا واقتصاديه، وكتعطي واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف. يعني نقدروا انه الوليدات اللي كيمشيو للمدرسه نقدروا نعطيوها ليهم بلاصه ما ناخذوا ليهم سقاطه. نقدروا الا جا عندنا شي حد في العشيه اولا غير حنايا الكاسكروط اولا الفطور ديالنا فكتجي رائعه وبزاف بزاف. شكرا لكم، شكرا لكاع الناس اللي كتسول فيا، شكرا للناس اللي كتدعمني، كنشكركم بزاف بزاف. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. كنتمنى انه الوصفات ديالي تنال اعجابكم. مرحبا بكم، واللي مازال ما تابونا فما ينساش ما تنساش تابونا معايا، ومرحبا بكم في القناه ديالكم قناه عالم نور. شكرا لكم.